الفيديو مواطن مغربي حاول لأنه يشرمل رجل شرطة. كنشوفوا بأنهم مواطنين كيحاولوا لأنهم يتعدوا على رجال الأمن، والخطير في الأمر يهددوا السلامة ديالهم. هادشي اللي وقع في مدينة أكادير. فهاد المشرمل هذا أو هاد الشخص حاول لأنه يشرمل رجل شرطة بوليسي، ولأن القرطاس بدا كيرعرع. لان الخوت خصكم تعرفوا هذا الشيء خاصو القرطاس، لان مطالب دابا شعبيه او مطالب المغاربه فكلهم من بعد ما انتشروا مجموعه الفيديوهات عبر مواقع التواصل، وكنشوفوا بانه مجموعه الاشخاص اللي كيحاولوا يهدوا السلامه ديال المواطن ويهدوا السلامه ديال رجال الامن، يعني ولات السيبه يعجبوا لان مطالب شعبيه او مطالب المغاربه لانه بخصوص استعمال السلاح من اجل تفادي، لان الخوت بعد يعني التهور لان ديال بعض الشباب واللي كيتبين منهم هذا الشخص هذا فهو كان فاقد الوعي، يعني اوفر دوز او كما تنقولوا بان فايت لا دوز هذا، لان السيد امامه رجال الامن وكيقولوا له بان حط السلاح، ما بغاش ينزلو، ما بغاش يقرر لان السيد لان باش ربما باش يقوم بشي كارثه ضدهم. فهنا كيتبين بان السلاح ضروري خاصو يخدم. علاش؟ لان واحد مقرقب ومرون حومه على قدها وما خايفش وخارج لانه بواحد الاله حاده من حجم كبير وكيشير على اللي لقاه قدامه كيشير عليه. ملي كيجيو رجال الامن او كيتوقفوا عليه رجال الامن ما كيقدرش يوقف، كيزيد يكمل وكيزيد لانه يغوت ويسب ويقذف وانا ندير لكم وانا نفعل لكم. هنا شنو كيتبين؟ بان تحديتي كمواطنين او ناس لان حاولتي تسدد السلامه ديالهم في خطر، يجب لان اكيد تدخل رجال الامن، وملي كيدخلوا رجال الامن كتحاول لانك تهدد السلامه ديالهم حتى هما. يعني هنا شنو بقى معاك؟ فانت خصك تعرف بانك هنا راك وليتي واحد الانسان، هو لان انسان في صفه وحش، لانه وليتي هايج، خصك غير ما تضرب، خصك غير ما تكرفص، خصك على من يعني تلقى بنت تقدر دير فيها العجائب والغرائب. هنا كيتبين بان يجب استخدام السلاح الوظيفي لتحييد الخطر، اكيد لا على رجال الامن ولا على المواطنين. اذا هنا متتبعينا الكرام كما شاهدتوا في هذه الصور هذو واللي ظهروا لكم هذه الصور كيأكدوا بان استعمال السلاح الوظيفي لرجال الامن من اجل توقيف شخص قام بارتكاب عديد من يعني الافعال الاجراميه واللي كانت ربما عليه مذكره بحث وطنيه، وللاسف فهذا الشخص فما زال يقوم بارتكاب افعال ربما على المباشر وامام رجال عيون الشرطه، لان من بعد ما حضرات في عين المكان، من بعد ما اتصلوا بها ناس ربما من المنطقه لانهم باش يجيو يحميوهم من هذا الشخص اللي هو مروع المنطقه بواحد السيف اللي هو كبير. ولكن الخطير في الامر هذا الشخص كيهدد رجال الامن. اذا هنا اللي كيتبين بان الخوت ولا هذا الشيء كثر. الا لاحظتوا بان هذا الشيء هذا ولا هذه الايام كثير بزاف، السيف ولا داير بحال الستيلو. الا لاحظتوا والله العظيم من السيف ولا داير بحال الستيلو في المغرب. هادشي اللي ولينا كنشوفوا دابا، لان مره كنشوفوا واحد خارج بسيف كيرعرع، خارج بسيف ولانه كيهدد السلامه عليه، هز اله حاده اكثر منه. كتلقى واحد غير مازال صغير، دري صغير، هز واحد الموس ولا جنوي كبيره اللي هي كبر منه وغادي كيغوت. لان المشكل في المخدرات، لان اللي كيشريو هاد الناس الله يعفو عليهم هاد الشباب اكيد، ولكن راه انسان ما كيشوف هذاك المخدر. الا ما مشيتيلوش انت ومشيتي وخديتيه بفلوسك، واش غيجيك لعندك؟ واش انت جالس وغيجي عندك داك المخدر؟ راك انت قلبتي عليه، انت مشيتي قلبتي على داك الشيء، رغم لان كنتمناو لان يزول بحال هاد المخدرات الصلبه وزيد لان كيسبوا في جرائم وفي كوارث. ولكن المشكل والخطير في الامر راه انسان الا بغى يبعد من هذا الشيء راه كيبعد منه. راه كنعرفوا ناس دريوريين شباب لانهم كيديروا الرياضه السبور مخاطيه، لان هذا الشيء ديال المخدرات وهذا الشيء ديال الكوارث الكحله، لان تقدر تصيفطك فين تغرق. دابا واحد ملي كتلقاه بان غادي ما كيعقدش على راسو شويه، غدا بعد غدا نشوفوه في شي منبر اعلامي وانا كنت مازال صغير مثلا كيدور هذا الشيء هذا. الله يعفو على هاد الشباب اكيد كيضرب واحد المده سجنيه ويقول خرج، كيقول لك انا ما كانش عندي العقل، راه كنت مقرقب حتى لقيت راسي في الحبس. ما عارفش شنو كيدير، يعني شحال من خطره واحد ما كيكونش عارف حتى شنو كيدير وشنو الجرم اللي غادي يقدر يديرو، لان ربما غيمشي يغرق فيه وما عارف شنو كيدير. من نهار اللي كيتم يعني الاعتقال ديالو، ملي كيقبضوا ملي كيديوه وكيتعتقل وكيلقى راسو في السجن، عاد تيبقى يدور السنته اشنو دار هو وشنو كان تيرتكب قبل الاعتقال وعلاش تعتقل. عاد كيبقى
يحاول يفكر بانه يستوعب شنو كان تيدير وشنو السبب اللي سبب فيه وشنو الكارثه اللي كان غيسبب فيها كون ما كانش تم التوقيف ديالو، ربما يقتل. دابا هادو راه مزيانه ليه لان يوقفوه رجال الامن بالقرطاس. عرفتوا علاش؟ لان اللهم يوقفوه مثلا بالقرطاس ويبقاو معاه لانه وقف. اما ربما يصدق هذه قاتل واحد جوج الناس ولا واحد ولا هذا يمشي يغرق في خطره، ما هكا راه بعدا على الاقل ما غيغرقش بزاف. المهم غيغرق راه غيضرب الحبس وغيتعاقب قانونيا، ولكن الروح ولا هذا ويسبب شي مزاره شي مجزره امور شويه ليس لان عاديه. داكشي علاش يجب لان تدخل رجال الامن يكون بالسلاح الوظيفي، لان من اجل تحييد الخطر ولانهم حتى السلامه ديالهم تكون يعني، ويحاولوا لانهم يحميوا حتى السلامه نفسهم هما، لان اكيد حنا ضد مثلا يعني هاد المشرملين، لان ضدهم ضد لان هاد الناس هادو، ولكن كنقولوا الله يعفو عليهم، الله يدير شي تاويل الخير والشباب، لان يعيق هادشي راه ما خدامش. حنا كنشوفوا واحد شحال من واحد كيصفيها. انا دابا لحد الان انا مازال دابا كندير معكم هذا الفيديو وصلتني خبر اللي هي خطيره كاع، واحد صفاها لختو بطريقه اللي هي مروعه، طريقه اللي هي كارثيه، يعني علاش؟ على ود والو، والاخت ديالو اللي هي مرا كبيره شويه ماشي مازال صغيره ولا، يعني في منطقه اللي هي محافظه، يعني في واحد المنطقه اللي هي محافظه وكتلقى مثل هاد الكوارث هادو. شنو هو السبب ديال هادشي؟ هل ممكن لان يقدر يكونوا مخدرات، يقدر يكونوا داكشي علاش؟ لان انسان ما يحاولش يلوح راسو للتهلكه، لان باش ما يمشيش يغرق، راه ربما تصفيها لواحد ولا تمشي دير جرم كبير كتمشي كتغرق حياتك ضاعت. واش ضربتي 20 عام في الحبس ولا 15 عام ولا 30 عام، واش بقى لك شي حياه؟ مش من حياه، عاد غتخرج وتقلب على تبني مستقبلك وتقلب دير وتفعل، لان ربما غتلقى كلشي خسرتيه مشى بسبب التهور ديال الطفوله. اذا كنتمناو لان الشباب اللي غيتفرجوا لهاد الفيديوهات عيقوا، ما حدكم مازالين صغار وما توصلوش لهاد الكوارث هادو اللي كتشوفوا. هادشي راه كامل كيطلع عليه النهار، هادشي كامل كتطلع عليه كتابه، تجي واحد النهار باي باي هادشي راه كتسالي كتلقى راسك بانك صحا عليك خصك تسالي من هادشي، صحا عليك خصك تسالي وخصك ترجع للوراء، لان كيبقى يبان لك شي حوايج كثار من هادشي في حياتك، لان هادشي ماشي هو اللي كيبقى مهم في الحياه، كاين شي حوايج كثر من هادشي، وكاين انسان خصو يدير وليداتو، خصو يدير بزاف د الحوايج المستقبل. يعني ما تصيفطوش راسكم تغرقوا في الحبس. هادشي اللي كاين الخوت، باش ما نزيدوش نطولوا عليكم. هادشي اللي وقع في مدينه مراكش حاولنا نشرو معكم في اطار كما تنقولوا دائما، في اطار كتنوير الراي العام. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حياكم الله اخواتي اخواتي الاعزاء. باش ما نزيدوش نطولوا عليكم، نتمنى لانكم تشاركونا التعليقات ديالكم في هذا الفيديو، اشنو بان لكم بخصوص هاد الكوارث اللي كتوقع، لان في هذا الوطن الحبيب. مع السلامه.